السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. قبل ما ندخل على الفيديو النهارده، حابه اشكر كل اخواتي اللي كتبوا لي كومنتات حلوه. كلامكم الحلو ده هو اللي بيشجعني ان انا اكمل. ربنا يديكم اللي بتتمنوه يا رب. فيديو النهارده فيه وصفتين حلوين. هنعمل مع بعض الفراخ المشويه، وهنعمل صينيه كنافه بالمكسرات مع بعض. قبل بقى ما نشتغل في الفراخ، اهم حاجه يا جماعه ان احنا نغسل الفراخ كويس قوي. انا بغسل الفراخ، ما بحطلهاش خل. الخل بيظهر ريحه الزفره في الفراخ. خلي المعلومه دي في دماغك. انا بعمل محلول النقع بتاعي او محلول اللي بغسل بيه معايا. بغسل بالدقيق، بغسل بالليمون، بغسل بحبايه طماطم، بغسل بالليمون، بغسل بالملح. كل الحاجات دي بتخلي الفراخ حلوه. بعد ما بديها شطفه حلوه قوي، بحط لها ليمونتين وشويه ملح واتركها شويه. انا بعمل في الفراخ عشان الفراخ دي ما شاء الله حجمها كبير، بعمل فيها فتحات عشان تشرب الخلطه كويس. الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه؟ معايا علبه زبادي، معايا توم، معايا فلفل اخضر، معايا بصلايه، معايا حبايه طماطم. كل الحاجات دي بدها خلطه حلوه في الخلاط. وطبعا بهارات الفراخ اللي احنا عارفينها كلنا. لو انت تعرفي تعمليها بايدك وتعمليها ناعم، ده شغال وده شغال. زي ما انتم شايفين كده، انا عملتها في الخلاط بس ما نعمتهاش قوي. الفراخ انا عملت فيها فتحات عشان تشرب الخلطه كويس. هنزل بقى بالخلطه اللي معايا. ايام ما كنت بفرز البسله قلت لكم اخلي شويه بسله على جنب، مش هقلب عليهم جزر، عشان هعملهم فرشه للفراخ اما اجي اشوي فراخ. هحط الخلطه على الفراخ وهتركها قد نص ساعه. معايا ده ربع كيلو بسله، هعمله فرشه حلوه كده في الصينيه اللي هسوي فيها الفراخ. وهنزل بقى بالفراخ اللي معايا بنفس الشكل. اعملي الوصفه دي وجربيها، ما شاء الله النتيجه هايله. في الفرن بقى هشغل الفرن على نار متوسطه، وهدخل صينيه الفراخ اللي معايا. زي ما احنا شايفين كده، اهم حاجه ان الفراخ تستوي كويس. لو النار عاليه هتستوي من بره، لكن من جوه مش هتلاقيها مستويه زي ما انت حابه. نعمل بقى طبقين رز بالشعريه. معايا شويه الشعريه اللي معايا، واحط عليهم الماده الدهنيه اللي انت حباها تشتغلي بيها. وهبدا اقلبها لما تاخد اللون الذهبي. انا هنا يعني خليت اللون الذهبي الشعريه غامقه شويه، لان انا هسويها بميه. والميه يا جماعه بتفتح الشعريه شويه. زي ما احنا شايفين كده، هقلب عليها كميه الرز اللي معايا، وهنزل بالميه اللي هسويها بيها والبهارات بتاعتها، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون. ما شاء الله الفراخ طالعه حكايه. هوريكي بقى البسله اللي تحتها، شايفين دايبه خالص. لو وصلت معايا لغايه هنا، ما تنسيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. بنفس الشكل كده. ده كان غدانا ما شاء الله. دي البسله شايفين اللي تحت الفراخ مستويه وحلوه جدا. ولادي بيحبوها بالعيش، بيحبوا ياكلوها بالعيش. ودي الفراخ دايبه ومستويه وطعمها حكايه وريحتها ما شاء الله. جربي الوصفه دي. انا دايما يعني بشوي الفراخ بالخلطه دي. انا مشهوره بالخلطه دي وبتطلع حلوه قوي. جربيها بس، وان شاء الله النتيجه تكون مرضيه ليكم. بنفس الشكل كده. عملت بقى سلطه وحمرت بطاطس جنبها، وكان ما شاء الله فضل ونعمه. اللهم صل وسيدنا وسلم على سيدنا محمد. لو وصلت معايا لغايه هنا، ما تنسيش باللايك والشير وكومنت حلو منكم. يلا بقى ندخل معانا على الكنافه اللي معايا. الكنافه دي انا كنت حطاها في الفريزر زي ما قلت لك. هبدا اكسر فيها عشان تشرب السمنه اللي معايا كويس. عايزه الكنافه تطلع ناجحه معاكي، اهتمي بها شويه بالماده الدهنيه. انا معايا هنا سمنه بلدي. كان عندي سمنه زبده، ويا دوب فكتها شويه على النار وبدات اشرب الكنافه بيها. عشان السمنه دي او الماده الدهنيه دي هي اللي هتخلي الكنافه تاخد اللون اللي انت حباه. في الصينيه بتاعتي وهفردها، احط كميه المكسرات او الحشوه اللي انت حباها في النص، وانزل بباقي كميه الكنافه اللي معايا بنفس الشكل كده. بضغط عليها ضغطه صغيره بايدي. ما تنسيش باللايك والشير وسبسكرايب منكم. كومنت حلو منك هو اللي بيشجعني ان انا اكمل واصور. ما شاء الله الكنافه طلعت حلوه قوي. انا كنت عملت السيرم بتاعها والشربات بتاعتها وبردتها. اهم حاجه في الكنافه يا جماعه، لو الكنافه سخنه السيرم بتاعها يكون بارد. لو الكنافه بارده السيرم يكون سخن. حاجه من الاتنين عشان ما تطلعش ناشفه معاكي. ما تنسيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناه. واشوف وشكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.